النهارده المنتخب المغربي الشقيق تحت 20 سنه، هذا الجيل او هذه المرحله العمريه. انا ليه جبت الخبر ده تحديدا وما حبيتش ان هو يضيع في وسط الزحمه؟ عشان يا جماعه النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع ارجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا خدوا خطوات سريعه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. احنا اتاخرنا في خطوات، وواضح ان الناس دي بتشتغل بنظام. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات لما بنيجي بنكسب بجيل فلته. والله منتخب الناشئين ده شكله فلته، والله منتخب الشباب ده شكله فلته، والله احنا عندنا الجيل بتاع المنتخب الاول 2006 و2008 و10 ده فلته. لكن دول لا، من المنتخب الاول كسبان، منتخب اولمبي كسبان، منتخب شباب تحت 20 سنه كسبان، منتخب تحت 17 سنه كسبان، منتخب افريقيا للمحليين كمان نسيت، منتخب المغرب المحليين كمان كسبان بطوله افريقيا. في كل حاجه كسبانين كل حاجه. والله ما هو تقليل مننا خالص. انا بقول لك بكل تواضع، الناس اللي بتدير كره القدم في مصر، يا سيدي شوف النموذج، يا سيدي شوف النموذج وطور عليه كمان. بس ما تقعدش تقول انا كده كده صح، انا كده كده جامد، تاريخيا جامد. دلوقتي في ناس سبقاك، الحقهم وتفوق عليهم. لو قدرت تلحقهم بس خير وبركه، قدرت تتفوق عليهم يا سيدي. لكن ما تقعدش تقول لي انا جامد، مش قوي. بعد موضوع المغرب ده اعتقد ان لازم يبقى فيه ورقه وقلم وتشد تحقيقات وتبدا بقى تقول بقى مين اللي يصلح ومين اللي ما يصلحش. بجد بجد احنا زهقنا وخلاص اتخنقنا. يعني طبعا منتخب المغرب باللي عمله ده كشف كل الفساد في كل الدول العربيه. يعني احنا بنتكلم على الامور الفنيه. ايوه، ما كشف كل الفساد اللي هو فني في كل الدول. عشان ايه؟ اهم حاجه نروح كاس العالم وتلعب الثلاث ماتشات وهي والسلام عليكم ويجوا يستقبلوك استقبال الابطال هنا، صح؟ المغرب غيرت الكلام ده، الكوره ما بقتش صعبه طالما ان في قلب. منتخب المغرب للشباب النهارده بيدعك كوريا الجنوبيه وبيكسبها 2-1 وبيصعد لربع نهائي كاس العالم للشباب، وهيقابل امريكا المباراه اللي جايه. ان شاء الله يقعد لاعبين امريكا على شعله تمثال الحريه. واحفظوا الاسماء دي كويس، الاسماء دي اللي هتلعب في كاس العالم 2030 لو ربنا ادانا عمر. طول الوقت رجاله. فوزي لجع اللي هو رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم عامل نهضه كبيره في الكره المغربيه. يعني انت عندك المنتخب المغرب رابع عالم، المنتخب الاولمبي برونزيه باريس، اولمبياد باريس. عندك المنتخب الشباب كسبان اسبانيا 2-0 وكسبان البرازيل 2-1 وصعد. وبكل روح قدروا النهارده ان يكسبوا منتخب كوريا الجنوبيه، وقبل كده رقعوا البرازيل ورقعوا اسبانيا وسهروني حبا في كورتهم الجميله. ايام برود يا اشبال الاطلس، وباذن الرحمن تحققوا البطوله عن قريب. والله العظيم الدمعه هتفر من عين الواحد. يعني بشكرك يا فيصل شكرا جزيلا، بشكر فريق الاعداد بالكامل، وبشكر لعيبه المغرب. انتوا يعني مصممين تدونا دروس، يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم، نسقف لكم على لعبكم، نجل بقى ونجل ونحب ونحترم ونقدر ونسعد ونصفق للاصاله، فتصبح هي حديث العالم اجمع. هذا درس جديد، هذا درس عظيم. ليه؟ يعني احنا عاملين نسقف للمغرب من اول البطوله، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني اجلالا واحتراما وتقديرا واجبارا. الهي يا رب ربنا يبارك لكم وتاخدوا البطوله يا رب، وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. احلى ماتش عملته المغرب في تاريخها امبارح كانوا عاملين ايه قدام فرقه المغرب؟ كانوا عاملين ايه؟ ارانب، والمصحف ارانب. فرقه المغرب بص انا هقول لك على حاجه، عندما تكون الاختيارات بعلم وعلى كفاءة وبعيد عن التحيز والمجاملات وبعيد عن الموائمات والموازنات هتجد نتيجة جيدة. ده اللي احنا بنشوفه في المغرب، بينما احنا نتمناه عندنا، نتمنى ان ده يحصل. احنا لعبنا على البرونزية وخسرنا، خسرنا 6 من المغرب. فضيحة. يعني كان طموحنا كان كبير ان احنا نوصل ونلعب وناخد البرونزية، لكن احنا للأسف في آخر المباراة اللي هي المصرية خسرنا من المغرب وابتعدنا عن المنافسه على البرونزيه، وخدت المغرب البرونزيه عن جدار. واحنا الحمد لله جينا عازمين نشوفوا في اللقب، ما نشوفوش الجروبات، حقاش كما كتشوف المغرب راه تطور، ولينا
عالميا. اذا حنايا كلشي كيفكر لينا، وكما كتشاهدوا معنا هذا الجروب حنا ما جانا صعيب. اذا حنا المغرب، وان شاء الله حنا ما كنشوفوش غير سي بوان باش نتكاليفاو، انما كنمشيو للفينال ونسجلوا لا كوب ان شاء الله. حقات المغرب ولا معروف بلي فينال وبلي كوب ان شاء الله. كما كتشاهد معنا كاع الدراري ان شاء الله، كاين اللي تيتيلار اللي ماشي تيتيلار، كلشي حاط معنا الرجل ديالو. الدراري تقاتلوا داروا داكشي اللي عليهم، درنا التعليمات ديال الكوتش، ربي ما خيبناش. وكتعرفوا كما اللي كيخدم كيسهل، كندخلوا للتيران كنعطيو داكشي اللي عندنا، وكنفكروا بلي والدينا كيتفرجوا، خوتنا جمهور المغربي كلشي كيتفرج. اذا حنا خصنا نعطيو داكشي كامل اللي في جهدنا، وان شاء الله غادي نمشيو النهائي ان شاء الله ونجيبوا معنا لاكم ان شاء الله وديما مغرب. رضوان، واحد من اقوى خطوط الهجوم في هذا المونديال، اقوى خط دفاع المنتخب المغربي لم يتلقى الا هدفا واحدا، افضل منظومه دفاعيه لحد الان في كاس العالم. والله انا هنا اعود الى تصريح مدرب المنتخب المغربي اللي قال كما قال الاستاذ رايد نلعب حسب نقاط قوتي انا. يعني لما سئل لماذا يتمركز ويلعب البلوك با، يعني يلعب بالبلوك الخلفي لتحسين دفاعه، قال لهم في تصريحه عقب المباراة: هل تريدون مني ان العب على طريقة البارسا؟ هل تريدون مني ان افتح اللعب حتى اتلقى اهداف؟ يعني هو يعرف نقاط قوته ويعرف نقاط ضعفه، وبالتالي الطريقة اللي يلعب بها المنتخب المغربي ما هيش عفوية، يعني مدروسة بطريقة جيدة. هنيئا للمغرب الشقيق والغالي على قلوبنا بعد فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. مساء الخير يا جماعة، النهاردة لازم نقف ونصفق بكل قوة للمنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنة اللي قدر يحقق فوز غالي جدا على كوريا الجنوبية 2-1 ويتأهل لربع نهائي كأس العالم. بصراحة أداء رجولي ومشرف لكل العرب. والله يا دعاء، اللي عمله المنتخب المغربي حاجة تفرح القلب. اللعبة مش صدفة ولا حظ، دي منظومة كاملة شغالة صح، عندهم تكوين، عندهم مشروع، وعندهم اتحاد عارف بيعمل ايه. بصراحة المغرب ماشية في طريق العالمية فعلا يا إبراهيم، واللي يلفت النظر إنك كل ما تتفرج على فريق مغربي سواء منتخب أول أو ناشئين بتحس إن عندهم نفس الروح، نفس الثقة، مش بيخافوا من أي خصم. شوفي، غلبوا البرازيل، إسبانيا، والنهاردة كوريا الجنوبية. ده مش إنجاز عادي خالص. بالظبط، وده يورينا الفرق بين بلد بتشتغل وبلد بتتكلم. بصراحة لما تبصي على الجزائر مثلا تلاقي الغيرة شغالة على أعلى مستوى، دايما تلاقي الإعلام هناك بدل ما يشجع أشقائه يهاجم ويشكك، بدل ما يتعلم من تجربة المغرب بيحاول يقلل منها. أيوة يا إبراهيم، بس اللي زعلني إن بدل ما يحتفلوا بفرحة عربية قعدوا يقولوا كلام فاضي عن التحكيم وعن الحظ، مع إن اللي شايف المباراة بعينه يعرف إن المغرب كسبت عن جدارة. ده لأنهم مش متعودين يشوفوا حد بيكسب بالاجتهاد والتعب. بصي، المغرب دلوقتي وصلت لمرحلة إن الكرة عندهم بقت صناعة مش لعب شوارع، من الملاعب للتنظيم للإدارة كل حاجة محسوبة بدقة. وعندهم كمان جمهور واعي ومتحضر دايما ورا المنتخب في السراء والضراء. ده غير إن الدعم الحكومي هناك واضح وصريح، مش مجرد شعارات. يعني باختصار يا دعاء، المغرب بقت نموذج يدرس في العالم العربي، مش بس في الكورة، حتى في التخطيط والاحتراف.